دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وعيد مبارك عليكم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الايام دي تعود عليكم بخير. طيب معجزة اختفى فجأة ورجع فجأة، يعني بقالي 7 شهور ما بنزلش فيديو. بقالي 7 شهور بالظبط. طيب الناس اللي متابعة عارفة ان انا في ثانوية عامة وفي امتحانات دلوقتي يعتبر كمان، والسبب اللي خلاني بعدت عن القناة ان انا معرفتش اوفق بين وقت المذاكرة ووقت القناة، وطبعا الناس عارفة الكلام ده، الناس اللي متابعاني ومعايا في الجروب عارفين بالكلام ده كويس. واليومين دول رغم ان انا عندي امتحانات بس ما اقدرش انساكم في العيد، طبعا انتوا اهلي وناسي واخواتي وحبايبي كلكم. طيب الفيديو عبارة عن ايه النهارده؟ طبعا زي ما انت شفت اسم الفيديو والصورة المصغرة، لعبة GTA 5 على الاندرويد. حلو الكلام. هي مش GTA 5 الاصليه، لان طبعا GTA 5 مفيش منها للاندرويد، بس يعني قبل بس ما تقفل الفيديو ولا حاجه وتقعد تقول ده ضحك، لا انا ما ضحكتش عليك، انا فاهمك ايه الدنيا. بس دي يعني يعتبر انسب نسخه واحلى نسخه هتشوفها لتقليد GTA 5. فيها مميزات، ولا فيها بجات، ولا بتقفل، ولا بتعلق، ولا فيها اي حاجه. طيب اللعبه اصلا عباره عن ايه؟ متعدله على GTA سان اندريس. الناس اللي عارفه لعبه GTA سان اندريس اللي هي بتبقى على الاندرويد، متعدل عليها الجرافيك ومتعدل عليها كل حاجه عشان تبقى مشابهه بالظبط للعبه GTA 5. زي ما انت شفت الفيديو اللي انا كنت بلعب فيه، الحواري حواري GTA سان اندريس بس باشكال GTA 5، بطريق GTA 5، والشخصيه GTA 5، حتى الموتوسيكلات والتليفون برضو زي ما انت شفته. طيب نخش على طول في المفيد، ازاي تنزل اللعبه وتثبت ملف الداتا والاو بي بي. في منكم عارف وفي ناس ما تعرفش. الناس اللي ما تعرفش تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله ده، عشان اللي انا هقوله ده لو ما اتعملش بالملي اللعبه مش هتشتغل معاك، وهتخش تصيح في الكومنتات، وهتصيح عندي على الواتساب، ولو جيت تصيح هديك على وشك. والله هديك على وشك. فركز انا هعمل ايه بالظبط. بص، ده الملف اللي انت هتنزله، سايب لك اللينك بتاعه تحت، حجمه 2 جيجا ونص، يعني تليفونك لو ما فيهوش مساحه اقفل الفيديو وروح. طيب هتخش عليه، تمام، هتلاقيني سايب لك 3 فولدرات. الفولدر الاول فيه فولدر اللعبه، والفولدر الثاني فولدر الداتا، الفولدر الثالث فولدر الاو بي بي. طب هتعمل ايه؟ هتيجي هنا عند ملف اندرويد. اهم حاجه بس اللي هو انسب حاجه ليك تبقى منزل MT مانجر، وهو اللي تستعمله. فكك من حوار فايل مانجر ده عشان مبيبقاش باكل عيش، فخليك في MT مانجر. مش معاك هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الوصف. ماشي، هتنزله، هتخش على ملف الاندرويد. ملف الاندرويد اهو للناس اللي ما شافتوش، ملف الاندرويد العادي هتخش عليه، هتلاقي عندك ملف داتا وملف او بي بي، زي ما انا علمتك هنا ملف او بي بي وملف داتا. طيب هتعمل ايه؟ هتخش على الداتا، تخش هنا برضو على ملف الداتا. هتعمل ايه؟ هتاخد زي كده زي ما هو، تمام، تدوس عليه دوسه طويله واكستراكت او استخراج، وهتدوس اوك. هتلاقي لك النافذه دي، هتدوس على ابلاي تو سبسكنت دي، وهتدوس اوك. سيبه يحمل معاك، هياخد وقته لان الملفات تقيله جدا. يحمل وارجع لك. زي ما انت شايف الملف حامل معاك هنا اهو، تمام، مفيش منه اي مشكله. هتلاقي جواه الحاجات دي، مالكش دعوه بالحاجات اللي جوه دي. انت المهم ان انت حملت الملف، خلاص اخرج بقى، يعني بلاش بعبصه في الحاجات دي بالله عليك، عشان الحاجات دي بتبوظ.
طيب معلش نرجع تاني. هتخش على ملف الاو بي بي بقى عند ملف الاندرويد، تمام؟ ملف الاو بي بي، وهنا نفس الكلام ملف الاو بي بي، هتلاقي الملف اهو انا سايبه لك برضه، هتعمل له استخراج نفس الكلام، ابلاي اوك، سيبه برضه يحمل براحته. رجعت لك بعد الملف حمل. الملف ده تقيل جدا فهياخد معاك وقت في التحميل، ممكن يخش له في سكه 10 دقايق كده. طيب خلصت، حملت الملفين دول، الدنيا معاك تمام ومفيش اي مشكله في الجهاز. طيب خش بقى ثبت اللعبه. هيجي واحد محنك انا عارفه، انا عارفه والله، هيقول لي ده مكتوب هنا جي تي اي سان واللوجو لوجو جي تي اي سان اندرس. يا متخلف، انا اتفقت معاك قلت لك ايه؟ ان اللعبه متعدله بالجرافيك جي تي اي 5. هتخش دلوقتي اللعبه هتشوف بعينك كل حاجه، اللعبه متعدل عليها بحيث تبقى شبه جي تي اي 5. طيب هتدوس تم. طيب هتدوس على اوفلاين دي، زي ما انت شايف اللوجو بتاع جي تي اي 5 والصوت بتاع السكرول برضو بتاع جي تي اي 5، بس الاعدادات اعداد جي تي اي سان اندريس طبعا. حتى الصوت بتاع الباك جراوند برضو الصوت بتاع جي تي اي 5. اللعبه دي طبعا مش لازم اقول لك ان هي محتاجه تليفون عالي شويه وشغل فريمات اعلى. طيب دي اللعبه زي ما انت شايف قدامك، الخريطه هنا شكل الخريطه بتاع جي تي اي 5، شكل الكلام اللي بيظهر فوق هنا جي تي اي 5. انت بقى شفت الفيديو وانا بلعب فيه بقى الناحيه التانيه. المهم يعني عشان تجيب عربيه تدوس على التليفون دوت، بس انت بشوف الدنيا انت هنا تمام، وهتدوس على الزائد دي تختار الفيكلز. بص عشان تختار مثلا الخانه دي او الخانه اللي بعديها، هتدوس على الحته الفاضيه اللي جنب زرار الخروج دي، الحته الفاضيه اللي هنا دي اهي ماشي، وتختار مثلا اي موتوسيكل اهو، هتلاقيه ظهر معاك. بعد ما تخلص تدوس على زرار الخروج، ظهر معاك بدون اي مشكله. كده اللعبه شغاله معاك مفيش اي مشكله. وصلنا كده لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش بقى لايك، كومنت حلو من قلبك، وتنساش تعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها عشان اشغل اللعبه، عشان ما تتغباش وتخش تقول لي ما اشتغلتش زي ما قلت هديك على وشك. متنساش تعمل كومنت، ولو انت لسه جديد في القناه متنساش تشترك. لايك حلو من قلبك وبس كده، سلام.